اللي هوريهولك دلوقتي في المصحف ده ممكن تكون دي اغرب معجزه انت ممكن تسمعها عن جهنم. في الايه 24 في سوره البقره ربنا بيقول: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. انا بقى بالنسبه لي الايه دي عجيبه جدا وعليها علامات استفهام كتير جدا. ليه ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي بيقول لهم فاتقوا النار مش فاتقوني مثلا؟ لان اللي معروف بالنسبه لنا ان التقوى دايما بكل ربنا سبحانه وتعالى مش لاي حاجه تانية. بس سيبك من دي، انا اكتر حاجه عجيبه بالنسبه لي في الايه دي النار التي وقودها الناس والحجاره. ازاي النار الوقود بتاعها الاول والسبب الرئيسي في اشتعالها هو الناس، اللي هو احنا او الناس اللي هتتحاسب عامه، مع ان احنا اصلا لسه عايشين ما متناش واتحاسبنا ودخلنا النار. انت فاهم قصدي؟ طيب بص، كلمه وقودها اللي في الايه دي بفتح الواو العلماء قالوا ان هي معناها الوقود اللي هو ما توقد به النار زي الحطب كده، واللي من غيره النار اصلا مش هتوقد او هتولع. طب ازاي النار الوقود بتاعها اللي بيشغلها الناس او البني ادمين اللي هيتحاسبوا فيها واحنا اصلا لسه ما اتحاسبناش ودخلنا جنه ونار؟ واحد اكيد هيقول لي يا شهاب ان اكيد ربنا يقصد ان احنا لما ندخل نتحاسب بقى. طب ما انا هرجع اقول لك ان كلامك ده مش منطقي، لان معنى اللي انت بتقوله ان النار مش موجوده اصلا، لان احنا السبب الاول والرئيسي في اشتعالها احنا لسه ما اتحاسبناش، فبالتالي ربنا ما استخدمناش كوقود فيها. فمعنى كلامك ان النار مش موجوده اصلا، مع ان ربنا في نفس الايه بيقول اعدت للكافرين. اعدت اتعملت يعني فعل ماضي مبني للمجهول. طب ازاي اتعملت واحنا او اللي هيدخلوها بشكل عام ما ماتوش ولسه بره؟ الحقيقه ان الايه دي جننت، خلت دماغي تودي وتجيب مليون مره. ما هو اصل اكيد الخطا الوحيد اللي في الموضوع ده في منظورنا، لان ربنا سبحانه وتعالى اعلى من الخطا. فلما بدات كده ابص على التفسيرات والاراء الالحاديه في الايه دي بالذات، لقيت ان كلها بتدور في حته واحده، حته انهم كلهم عاوزين يمنطقوا النار الاخره زي نار الدنيا. كلهم دماغهم مش قادره تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى قادر فعلا انه يخلق نار، ولكن نار مختلفه تماما عن نار الدنيا. لما تبدا تفكر بالطريقه دي وتلاقي انك بتسال نفسك هي النار دي عامله ازاي، هتلاقي ان انت في اللحظه دي كسرت حاجز المألوف، وهتلاقي ربنا جوه نفس الكتاب بيديك الإجابة. تلاقيه بيقول لك في الآية 6 و7 في سورة الهمزة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. دي فعلا نار غريبة، نار بتطلع على اللي في قلوبنا، دي نار عارفة اللي جوانا وعارفة اللي نفوسنا بتعمله. ولما تبدأ تركز وتفكر أكتر تلاقي إن إحنا فعلا كل ده إحنا كنا الوقود بتاعها وإحنا مش واخدين بالنا. إحنا الوقود بتاعها بس مش بأجسامنا، بأفعالنا ونوايانا. العناد مع ربنا ده وقود، الفساد في الارض ده برضه وقود، انك تبقى كافر ولسه متمسك باللي انت بتعمله بعد وضوح الحق ده برضه كمان وقود. كل افعالنا ونوايانا الغلط في الدنيا هو ده الوقود بتاع النار، وده بيزيدها وبيخليها اشد واقوى. وعشان كده تلاقي ان النار دركات وكل واحد بيتعذب على قد قدر عمله. النار هي امتداد لما كان الانسان عليه من افعال في الدنيا. وعشان كده سبحان الله باعجاز ربنا تلاقي ان احنا اصلا الوقود والموقد عليه. الوقود في الدنيا بافعال واللي في قلوبنا، والموقد عليه بأجسامنا في الآخرة. وكالعادة ما تنساش تعمل